واحدة بتقول انا جوزي صورني في بيتي صور وهددني بيها، لو ما عملتش اللي هو عايزه هيفضحني وينزلها على النت ويبعتها لأهلي. بتقول ايه؟ انا والدي كان موظف في الازهر وتوفى، فقال لي تعالي نتطلق ونتجوز عرفي علشان ناخد المعاش بتاع والدها، عشان ياخد المعاش بتاع والدها. فقالت له لا انا لا يمكن اعمل كده. خلاها قاعدة وصورها صور بالموبايل وهي في بيتها طبعا براحتها، وقال لها لو ما عملتيش اللي انا عايزه هبعت الصور دي لاهلك وهفضحك في كل حتة وهقول ان انا مسكتك مع واحد، وهوريهم الصور دي. جوزها قال لها انا هبعت الصور بتاعتك لاهلك وهقول ان انتي كنتي مع واحد. وبعدين رفضت طبعا. فورى الصور دي لاخواتها. هي بقى بتقول ان اخواتي شداد قوي وما بيفهموش معايا، لما شافوا الصور دي صدقوه ومسكوني كتفوني وكسروني من الضرب. والدتها ست كبيرة ويعني لا تقدر على شيء، هي طبعا مصدقة بنتها، بس هي مش عايزاها تسيب بيتها علشان خاطر اخواتها، خوفا من اخواتها، عشان عارفين هما قد ايه قصاها عليها وقد ايه بيقسوا عليها. فمش عايزاها ان هي تبقى عرضة لاخواتها، وخصوصا الست دي كمان معاها ولدين، بنتها يعني دي معاها ولدين. هي قعدت تتحايل عليه، مش عارفه ازاي يعني قاعده تتحايل عليه واسترني وما تفضحنيش، ان هي اصلا يعني بتقول انا ما عملتش حاجه، ده هو صورني وانا قاعده في بيتي، ما عملتش حاجه. قعدت تتحايل عليه وهعمل لك اللي انت عايزه بس ابوس ايدك ما تفضحنيش والكلام من ده. فمضاها على ورق تنازل ان هي لو اتطلقت ملهاش اي حاجه، حتى نفقة الاولاد ملهاش حق فيها، ومضت على كل حاجه. فهي سابت البيت وراحت قعدت عند واحدة صاحبتها عشان ما تروحش تعيش تاني جنب اخواتها. واحد صاحب جوزها ده اتدخل في الموضوع وقال لها انا هجيب لك الورق اللي انت مضيتي عليه ده كله وترجعي تعيشي تاني مع جوزك وخلاص والموضوع ينتهي. فهي بتقول يعني انا هرجع ازاي اعيش معاه تاني؟ بس هي مش عارفة تعمل ايه، يعني ترجع لجوزها بعد اللي عملوا فيها، ولا ترجع لاخواتها اللي هم جم عليها وصدقوا اللي اتقال عليها وبيبقوا قاسيين جدا عليها، ولا تعمل ايه؟ احب اسمع رأيكم وقولوا لها هي تعمل ايه.